متخيلين ان الجمال ده كله يطلع من الجزر؟ ده مش مربى جزر، دي حالة لذيذ كده قوي من الجزر. طبعا اغلبنا متعود على ان الجزر بيتحط على البسلة او في الشوربة او في بعض الاكلات، اقصد الطبيخ يعني، او بكتيره قوي يتعمل مربى. في الفيديو ده هوريكم ازاي من كيلو جزر عملنا الجمال ده كله وفي دقايق بيكون جاهز. وبما ان الفترة بتاعة الشتا ده بيبقى دايما محتاجين لأي حاجة تكون دافية تدفينا، فالوصفة دي وقتها معانا. أتمنى الفيديو يعجبكم، ويلا نبدأ على طول في الوصفة. هحتاج لكيلو كده من الجزر نكون فرمينه ناعم جدا في الكبة أو نقدر نبشره في المبشرة. وهحتاج لكوباية مليانة من السكر، وكوباية من جوز الهند، ولتر من الحليب، وظرف من الكريم كراميل، وحوالي معلقتين كبار من الحليب الباودر، و3 معالق كبار من النشا، وذرة ملح، و4 حبات كده من القرنفل. القرنفل اللي هو المسمار بتاع القرنفل دوت، هحتاج 4 حبات. تقدروا تستغنوا عنه وتضيفوا فانيليا او اي نكهة انتوا بتحبوها. هبدأ ان انا اضيف بقى الجزر. كمية الجزر بتاعتي انا فرمت الكيلو على مرتين في الكبة، فرمته ناعم جدا على قد ما اقدر. هوريكم قد ايه هو ناعم، انا عايزاه بالشكل ده كده. هنجيب بعد كده حلة، وهبدأ ان انا انزل بالحليب في الحلة. الحليب اللي معايا انا كنت مسخناه، تقدروا تستعملوا حليب بارد عادي، بس انا علشان بس اسرع من الوصفة سخنت الحليب على النار. وهضيف عليهم كوباية من السكر، استعملت كوباية بمقدار 250 ملي. وهضيف عليهم الملح، ضروري جدا اي حاجة فيها سكر لازم ننزل عليها بملح عشان تظبط معانا الطعم. ونزلت عليهم بالقرنفل، ونزلت عليهم بكمية الجزر بتاعتي. هبدأ ان انا اقلبهم كده، بعد كده هرفعهم على النار. وبالظبط كده هياخدوا معايا بالظبط على النار من بداية الغليان ربع ساعة، لان انا فرماه ناعم جدا. لو فرمينه خشن فهياخد معاكم من ربع ساعة لنص ساعة بالكتير. اول ما يبتدي بقى يبدأ يبقبق معانا ويغلي غلوتين 3 كده، هنبدأ نجيب ربع كوباية كده من المية او نص كوباية من المية العادية الفترة، وهبدأ اضيف فيها ظرف الكريم كراميل، وعليهم النشا اللي هم 3 معالق. انا استعملت 3 معالق كبار من النشا مليانين، وعليهم الحليب الباودر. وهبدأ ان انا اقلبهم كده وادوبهم الاول على البارد. بعد كده هروح على البوتاجاز، وهبدأ ان انا اضيف الخليط دوت على الخليط بتاع الجزر مع التقليب المستمر عشان ما يكتلش معانا. اول ما يبتدي ان هو قوامه يبقى سميك معايا ويبدأ ان هو يبقبق كده ويعمل بابلز، هطفي النار عليه على طول. وبعد كده هضيف بقى جوز الهند واقلب تقليبة خفيفة كده، او هقلبه كويس جدا مع بعضه بحيث جوز الهند يتداخل كده في الخليط. وبعد كده هنجيب اي قالب عندنا ونصب فيه الخليط بتاعنا. تقدروا تعملوا بقى الخليط دوت في قوالب من السيليكون اللي هو على هيئة اشكال وتقلبوه، برضو هو هيتماسك لان داخله نشا والكريم كراميل، فهو هيتماسك زي القوام المهلبية كده. فتقدروا تعملوه على هيئة اشكال، او تعملوه زي ما انا عملته في صينية بايركس كده. هسيبه يهدى شوية، بعد كده هبدأ ان انا ازينه باي حاجة. الجناش ده حاجة ترجع لكم انتوا. انا هنا زينته بشوية كده من المكسرات من الحروف، يعني حطيت بندق مجروش على سوداني مجروش في الحروف كده، وكمان زودت شوية كده من جوز الهند برضو حوالينه، وضفت شوية بندق في النص. يعني حبيت ان يكون التزيين حاجة بسيطة كده، يكون شكلها سيمبل وتخطف العين في نفس الوقت. وجبت بقى الكيس اللي هو بتاع الكراميل، وبدأت ان انا اعمل خيوط كده على الوش، وهناكلها على كده. انا سبتها طبعا تهدى شوية، احنا اكلناها دافية. هي في كلتا الحالتين تتاكل دافية باردة طعمها رهيب.
تقدروا كمان تزينوها زي ما انا عملتها كده وتدخلوها الفرن تاخد وش كده يحمر شوية وتقرمش معانا المكسرات اكتر، او تاكلوها على كده. هي في كلتا الحالتين طعمها حلو، باردة سخنة طعمها حلو، او تاكلوها من غير ما تدخلوها الفرن، او لو دخلتوها برضو حلوة. وبس كده وصفتنا النهاردة خلصت، اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وصحة وهنا مقدما لكل اللي هيجربها، وباي باي. اشوفكم على خير قريب في فيديو جديد.